أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. إبراهيم جانا من الصين، وعلى كل حال مقيم في الجزائر منذ 16 سنة. منذ 2009 جاء الجزائر. يعني جاء في عمر 27 سنة، الآن عمره تقريبا 44 سنة. حدثنا على التجربة تاعك في الجزائر وهنا. الجزائر كما الوطن الثاني، في حياتي. أنا عشت في الجزائر حوالي 16 سنة. أنا ولفت في هذا، والجو والشعب كله أحبه. بالمناسبة إبراهيم مسلم وأولاده ما شاء الله شفتهم. هذا من فضل ربي، وما رسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله، ويحفظ 4 أحزاب، يعني 4 أحزاب، يحفظ 4 أحزاب من القرآن. احنا المسلمين، احنا العرب، كاين اللي ما يحفظ ولا حزب ولا كذا. نعم نعم. والشركة اللي تشتغل فيها هنا في جيج الأستاذ؟ السي اخ سي يو جي. نحن نعم. سي اخ سي يو جي عندنا مشاريع كبرى في الجزائر. كبرى. كنا 4 مشاريع للسيلو، واحدة في جيج، واحدة ستيف، واحدة قالمة، واحدة في سيدي بن عباس، وكذلك الملعب البراكي ولا شركتنا كان يقوم. وانت واحد من اطارات هذه المؤسسة الصينية طبعا. نعم. في الجيجل عندك سنتين الآن. سنتين. عجبك الحال في جيجل؟ نعم مليحة، والجو مليحة، والبحر والفلاحة والأشجار كله جميل. الحمد لله. كلمة في حق الشعب الجزائري. يعني متحمسون، يعني الكرام، سخي، الكرم والسخاء. نعم. سمي لي بعض الأطباق اللي تعرفها في الجزائر. الكسكس والشخشوخ. الشخشوخة والشوربة، خصوصا في رمضان. الفريك، شوربة الفريك. ذلك البريك. بوراك. نعم يعجبني كثير. البوراك نعم. الله يبارك. هيا تحياتنا لك إبراهيم، ومرحبا بك في الجزائر. إقامة طيبة إن شاء الله. هكذا مع المجموعة. قول لهم حاجة، ترحبوا به كامل. مرحبا. الله يبارك فيك وإبراهيم.